ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. معاكم قناة اكلة بسيطة في مطبخي. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله طريقة الجمبري، طريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة، بس طريقة مختلفة شوية. وهعمل كمان جنبها رز بالجمبري، ومعايا كمان السيفود بالجمبري. طبعا من الاكل المميز. بس قبل بقى ما نبدأ، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ اول حاجة بقى بالرز. تمام. مش هعمل رز صيادية، هعمل رز مختلف. نزلت اول حاجة بحبة زيت، يعني انا مش هعمل كمية رز كتير، هي على قد نفرين بس. ونزلت بلورة وحبهان، ولو عندك مستكة حطي. وبعدين نزلت بالجمبري. الجمبري ده انا مقشراه ومقطعاه كده قطع. هديله تشويحة كده بسيطة يغير لونه. الجمبري ما ينفعش اسيبه يستوي كتير عشان ما يشدش معايا قوي ويجلد، فانا بديله كده لون بسيط. اول ما يغير لونه ببدأ اطلعه، وفي نفس الحلة وبالزيت بتاع الجمبري وكل حاجة هنزل ببصلاية كده صغيرة، هشوحها برضو. مش هخليها تغمق. طبعا مش عايزاها تغمق للرز الصيادية، لا خالص، انا عايزاها يبقى لونها ذهبي فاتح. تمام. فهسيبها كده تدبل وتدي اللون الذهبي. ويا ريت تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي. وبعد كده لما تعملوا جمبري او حاجه هتعملوا الطريقه دي، من ان هي بجد طعمها طلع خطير، مميزه ومختلفه عن التقليدي، يعني الرز الصياديه وكده. بعدين بقى هننزل بحوالي ربع معلقه توم كده. طبعا برضو الكمية بتاعت البصل والثوم حسب كمية الرز اللي هتعمليها، بس ما تكتريش فيهم قوي. انا طبعا عاملة كوباية ونص بس، مش عاملة ياما. فانتي لو كترتي هتكتري البصل حاجة بسيطة، الثوم حاجة بسيطة، ما تكتريش قوي فيهم عشان طبعا بيتعبوا قوي. هقلب برضو كده الثوم مع البصل لحد ما يطلع الريحة بتاعته. اهم حاجة ايدي تبقى فيهم في التقليب علشان ما فيش حتة تغمق عن حتة او كده. معايا جزراية كده صغيرة بشرتها، هنزل بيها برضو على فكرة في النهاية. الجزر وهنحط طماطم كمان، الطعم مش هيبان فيها قوي ولا هيضايقكوا، لا بالعكس، ده عطي نكهة جميلة. يعني مش هيقرقش معاكي عشان هو طبعا هيستوي. ومعايا برضو طماطمايه صغيرة انا بشراها، يا اما هتحطيها في الخلاط من غير مية تضربيها، مش عايزين فيها اي سوائل خالص. تمام. هبدأ بقى احط البهارات بتاعتي. حطيت الملح، وهنزل كمان بحبة فلفل اسود. عندك بقى قرفة حطي، للناس اللي بتحب القرفة في الاكل. جنزبيل حطي. كده يعني. وممكن كمان لو عندك الليمون اللي هو اللومي في التشويح كده مع الجمبري من الاول ممكن تحطي واحدة، بس انا للاسف ما كانش متاح يعني. بعد كده نزلت بالرز، وهقلب بقى الرز معاهم، اشوحه كده تشويحة برضو. طبعا انا شلت الحبهان علشان واحنا بناكل ما تجيش طبعا معانا في الاكل، وبرضو هشيل اللورة. اخر حاجة بقى عشان الرز بتاعي يكون اصفر، هنزل بمعلقة كركم عشان يديني اللون الاصفر الحلو كده. وبس ما تكتريش عشان ما يمررش برضو معاكي.
تمام. بعدين بقى الجمبري اللي انا كنت عاملاه في الاول ومقشراه، اخدت القشر بتاعه عملت منه شوربه، حطيت معاه بصل وطماطم وحبهان ولورا وملح وفلفل اسود، وسبته طلع لي شوربه. فهحط شوربه احسن ما احط ميه، فحطيت بقى كوبايه ونص شوربه على قد الرز اللي انا عاملاه. كوبايه ونص رز على كوبايه ونص شوربه. لو مش متاح عندك شوربه هتحطي ميه سخنه عادي. بصوا كده، اول ما الرز هيتشرب معايا، الميه بتاعته اتشربت خالص، هبدأ انزل بالجمبري اللي احنا شوحناه في الاول خالص، وهقلبه بقى معاهم، واوطي بقى التغطيه اللي هي البسيطه خالص اللي هي تغطيه الرز، واسيبه يستوي. هنعمل بقى دلوقتي طريقه الجمبري. جبت الحله، حطيت فيها برضو شويه زيت، معايا الخضار بتاعي مكعبات بصل ومكعبات طماطم ومكعبات فلفل وكرفس مقطعاه كده قطع صغيره. هنزل اول حاجه بمكعبات البصل وهشوحها لحد ما تديني برضو اللون الذهبي الفاتح. تمام. دي كده طريقة الجمبري. غير الطريقة التانية اللي هي العادية اللي احنا بنعملها، بنحط طبعا البصل متقطع والطماطم متقطعة اللي هي الاربع تربع كده، وبنحط اللورة والحبهان وبس. لا، احنا هنشوح الخضار بتاعنا شوية. تمام. بعد كده هنحط عليه الجمبري، وفي الاول تحطي مع البصل الفلفل الاسود عشان يتحمص كده معاه ويديني نكهة حلوة، والملح. برضو هقلب فيهم لحد ما يتبلوا معايا ويديني لون كده ذهبي. تمام. بعدين برضو هنزل بربع معلقة توم. طبعا يا جماعة انا ما بعملش كميات، برضو قلت لكم قبل كده الموضوع دوت عشان احنا نفرين بس. تمام. ابني صغير ما بياكلش كتير، بياكل على قده خالص، فعشان كده ما بعملش كمية كبيرة. كده اول ما التوم بدأ يطلع الريحة بتاعته، تمام، هبدأ انزل بالطماطم والفلفل. اقلبهم تقلبتين كده مع البصل. بعدين هبدأ بقى احط بودرة ثوم وبودرة بصل وشوية كاري. تمام. وشوية كركم. بس ما بحطش الكركم كتير عشان ما يغيرليش اللون بتاعه قوي، عشان هو طبعا الكركم فايدته ان هو بيحط لون اكتر. هقلب بقى البهارات كده معاهم برضو يتحمصوا شوية وريحتهم تطلع كده. اخر حاجة هحطها الكرفس، طبعا ما بحطوش في الاول عشان ما يغمقش معايا، فعشان يبقى بنفس اللون بتاعه بيتحط في الاخر خالص. هبدأ بقى انزل بالجمبري. الجمبري غسلاه كويس، بعد كده هنزله معاهم واقلبه مع الخضار كويس. اديله كده تشويحة معاهم. وكده كده الجمبري اول ما نزل غير اللون بتاعه على طول، ومش بياخد وقت على النار زي ما قلت لكم. ما تغيبيش الجمبري على النار، عشان كل ما بتغيبيه كل ما بيشد معاكي وانتي بتاكليه. هنزل بقى بالميه الدافيه بتاعتي. طبعا لو انتي عايزه شوربه كتير هتزودي، لو انتي مش عايزه شوربه كتير هتحطي يعني شويه ميه كده صغيرين. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي السيفود. حطيت بقى معلقه سمنه زبده، وهنزل عليها كده حوالي برضو معلقه بصل. هشوح البصل مع السمنه كويس. طبعا يا جماعة دي انا كنت بعملها خلاص والاذان قرب يأذن، بس لازم تتعمل اخر وقت عشان لما تعمليها بدري هتتقل معاكي، يعني تعمليها على الاكل على طول ومش بتبقى حلوة. وبرضو نزلت بحتة توم كده بسيطة.
بعدين مقطعه كده قطع برضو جمبري صغيره، هشوحها برضو كده تغير اللون بتاعها. تمام تمام كده. هحط بقى رشة فلفل اسود ورشة ملح، وهقلبهم مع بعض. ويستحسن ان احنا على طول بنحط البهارات في الاول عشان تتحمص مع الحاجة كده والريحة بتاعتها تطلع وتبقى احسن من تحطيها في الاخر. تمام. بعدين بقى هننزل بمعلقة دقيق نحمصها برضو شوية كده مع السمنة والجمبري. ولو انتي مش عايزة تحطي جمبري اصلا مش شرط ان انتي برضو تحطي جمبري، هتمشي بنفس الخطوات بس مش هتنزلي جمبري. وممكن برضو الطريقة دي تعمليها بالمشروم، بتبقى حلوة قوي برضو وبتبقى جميلة. تمام. هنزل بقى بحوالي كده ربع كوباية لبن، وبتقلبي بقى كويس عشان مفيش حاجة تكلكع معاكي. وبرضو هنزل بربع كوباية شوربة جمبري. طبعا لو في مشروم هتنزلي بلبن بس مش هتنزلي بشوربة، بس انا حبيت اطعمها كده بطعم الشوربة. تمام. ونزلت بمعلقة صغيرة من الكريمة او القشطة حسب ما المتواجد عندك. طبعا كل ده انا مشغلة النار، هي لو تقلت معاكي شوية هتزودي لبن او شوربة، لو ما تقلتش معاكي يبقى هي كده تمام وهتطلع حلوة قوي. بصوا بقى السمك بتاعها والجمبري كمان جواها بجد طلعت طعمها خطير، لازم تجربوا الطريقة دي ان شاء الله يعني. يلا بينا نحضر سفرتنا. اول حاجة معايا السيفود اهوت. تمام. عمل معايا الكمية بتاعته الطبقين دول، وده الرز بالجمبري والجمبري كمان، ودي الشوربة اللي طلعت. تمام. لو جربتوا طريقة السيفود بنفس اللي انا عملته بالظبط هتعجبكم جدا. بعد كده لما تجيبوا جمبري مش هتعملوا غير الطريقة ديت. والرز طلع فظيع 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 بمعنى الكلمة. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتشتركي في القناة. باي باي.